النهارده هحكي لكم عن واحده من اكتر الاماكن السياحيه المشهوره في السعوديه وهي البلوفارد سيتي. وفي البدايه انا اسمي محمد مصطفى، مبرمج مصري مقيم في السعوديه. انا بحب اوثق تجاربي سواء في الشغل او في السفر وحياتي اليوميه عموما، فلو حابب تتابع كل التفاصيل دي لايك وفولو. طلعت من الشركه متاخر شويه وركبت الباص ونزلت قدام محطه المترو وغيرت خطين علشان اوصل لاقرب مكان جنب البلوفارد سيتي، وبعدها خدت تاكسي علشان ينزلني قدام البوليفارد. اول ما دخلت من البوابه اول حاجه قابلتها منطقه التايم سكوير، واللي منها ببدا رحلتي داخل البلوفارد سيتي. لقيت هنا البراندات العالميه وملابس وازياء وبرفيوم وحاجات تانية كتير. عايز اقول لكم ان في مناطق كتيره جدا ومليانه فعاليات، علشان كده هعمل عنها فلوج قريب. دخلت بعد كده منطقه الجاردن ولقيت مطاعم وكافيهات وفعاليات كتيره جدا زي مطعم طنط المصري وهاف مليون ومطاعم الشاورما البيتزا والبرجر والعصاير وغيرها كتير. وكان في نافوره في النص مخليه في روح للمكان. وهنا بقى جينا لمنطقه تروكاديرو، والمنطقه دي خاصه بالالعاب زي العاب طوكيو والعاب الواقع الافتراضي ومدينه كامله للعب الاطفال. طبعا في مناطق اكتر من كده بكتير هعمل عنها فلوج كامل قريب. لايك وفولو علشان تتابع رحلتي. سلام.